احجز حلقة تجريبية وشوف الفرق بنفسك. كل يوم في أكاديمية جديدة بتبدأ، بس القليل جدا اللي بيكمل ويخلي الناس تثق فيه، لأن النجاح في المجال ده مش بيبدأ من الميزانية ولا من شكل الإعلانات ولا حتى من المنصة اللي بيتعمل عليها. النجاح الحقيقي في أكاديميات تحفيظ القرآن بيعتمد على أعمدة أساسية. أول حاجة وهي الزاوية. الزاوية هي العدسة اللي بتخاطب قلب العميل قبل عقله. بدل ما تقول احفظ القرآن مع معلمين أزهريين، قول رجع الطمأنينة لقلبك اللي كان فاقدها. الزاوية الصح عمرها ما كانت إعلان، هي دعوة راقية توصل المعنى الروحاني اللي الناس بتدور عليه ومش لاقياه. تاني عمود معانا هو المحتوى الإبداعي. المحتوى مش الهدف منه انه يبيع، الهدف منه ان هو يأثر فعلا على العميل. الفيديو اللي بيخلي ام تبكي من فرحتها لانها شافت ابنها اول مره يقرأ القرآن وده عشناه فعلا، او شاب بيبدأ رحلته بعد ما كان فاقد الامل. كل اعلان لازم يحكي قصه حقيقيه مش مجرد عرض سعر او ميزه. ثالث عمود معانا هو النظام التسويقي. الناس مش بتشتري من اول مره تشوف الاعلان بتاعك فيه، لكنها بتتأثر لما تشوف محتوى قيم بيعلمها حاجه، قصه حقيقيه عن تجربه نجاح، دعوه للتجربه المجانيه بدل العرض المباشر. النظام الصح عمره ما كان اعلان واحد، لكن رحله مقصوده توصل الشخص من التردد انه يقتنع علشان يشترك. الخلاصه اللي بيخلي اكاديميتك تنجح مش انها اونلاين او ازهريه، لكن انها تفهم الناس وتوصل رساله القرآن باحساس حقيقي. اللي يقدر يعمل ده مش بس بيكبر، ده كمان بيصنع اثر. اكيد بتسال نفسك ازاي اعمل خطه تسويق ذكي للاكاديميه بتاعتي. لازم تحدد كل حاجه قبل ما تبدا الاعلان الممول. واول حاجه المشكله الاساسيه. اغلب الاكاديميات بتسوق لنفسها بنفس الاسلوب التقليدي وما بتغيرش. اعلان بيقول اشترك الان او بيعرض الاسعار. النتيجه ان العملاء فاهمين ان انت بتبيع مباشر، مفيش اقناع، الحملات بتحرق الفلوس من غير عائد. تاني حاجه وهي سلوك العميل. زمان اي شخص كان يشوف اعلان عن تحفيظ القرآن يجري فورا انه يسجل. دلوقتي في 2025 شاف 100 اعلان شبهك، بقى عنده وعي وبيسال ليه اختار الاكاديميه بتاعتك. بقى محتاج اقناع عاطفي وفكري واجتماعي قبل ما يثق فيك ويدفع فلوس. الحل الحقيقي بقى مش في تغيير شكل الاعلان، لكن تغيير العمود الفقري لطريقه البيع نفسها. لازم تبني فانل وسيستم مبني على مراحل الوعي والاقناع. استخدم القصص بدل الكلام المباشر. قدم قيمه قبل ما تطلب التسجيل، زي مثلا ليه 90% من الطلاب بيوقفوا او بيفشلوا في حفظ القرآن، وغيرها كتير من القيم اللي ممكن نقدمها للناس. حاجه كمان مهمه لازم ناكد عليها وهي علم نفس العميل. اركز على التحول العاطفي والروحي، زي مثلا من طفل بيتلعثم لطفل بيقرأ بثقه قدام اهله والناس. حاجه كمان وهي العرض الغير مباشر. بدل ما تقول سعر الاشتراك كذا، قول احجز حلقه تجريبيه وشوف الفرق بنفسك. نقطه كمان وهي الاثبات الاجتماعي. خلي الناس تشوف نتائج حقيقيه، فيديوهات لامهات واباء بيحكوا تجربتهم معاكم، ارقام واحصائيات حقيقيه. دلوقتي انت عرفت ايه الاخطاء اللي انت بتعملها في الاكاديميه بتاعتك، ولو احتجت مساعده تواصل معانا دلوقتي. كمل معايا الفيديو الثاني عشان تعرف ايه الحاجات اللي المفروض تعملها وايه الفانل والسيستم اللي هينجح الاكاديميه بتاعتك. ازيكم؟ هنكمل ان شاء الله المحاضره الثانيه في الفيديو ده، وهنعرف فيها ازاي نبني فانل كامل وسيستم. اول حاجه اعمل اعلان وعي. بعد الاعلان الاول ما يخلص اعمل اعلان تاني عن قصه زائد قيمه تعليميه، والاعلان ده يوصلهم لصفحه هبوط فيهم تجربه مجانيه وحاجات تقنعهم ان هم يسجلوا. بعد كده هنعمل اعلان ريتارجت للناس اللي هم اهتموا فعلا ودخلوا صفحه الهبوط، وبعد كده ندخلهم حلقه تجريبيه ونعرض عليهم الاسعار. طب ايه هي العناصر الحقيقيه في المجال؟ السر الاول هو الزاويه اللي بنخاطب بيها قلب العميل قبل عقله، ومن انواع الزوايا روحانيه، ابويه، وهدف حياتي. السر الثاني هو الابداع في المحتوى. مش الهدف شكل الاعلان، لكن الهدف ان العميل يوقف ويكمل الفيديو بتاعك او يكمل قراءه المحتوى الاعلاني بتاعك. الفرق بين الاكاديميات التقليديه والاكاديميات الناجحه، الاكاديميات التقليديه ان هي بتتبع الاسلوب التقليدي، اما الاكاديميات الناجحه بتتبع استراتيجيه وفانل وسيستم. العميل في 2025 بقى محتاج قصه حقيقيه، قيمه حقيقيه قبل البيع، تجربه شخصيه تقنعه. باختصار النجاح بيقوم على الاحساس زائد الزاويه والصدق في الرساله. اللي يفهم المعادله دي مش بس هينجح، ده كمان هيسيب اثر في قلوب الناس. وحاجه اخيره مهمه جدا بيعملها 95% من اصحاب الاكاديميات المبتدئه، وللاسف اخطاء شائعه وبتؤدي لنتائج مش مرضيه بالمره، زي اهمال شكل الصفحه والهويه البصريه ليها، وكمان زياده المتابعين. ما ينفعش تعمل اعلان ممول وفي الاخر عندك على المتابعين 3 4 ولا حتى 100. انت عندك منافسين المتابعين بتوعهم بيصلوا لاكتر من 15,000 و20,000، ومنهم اللي بيدخل في المليون. فانت ازاي هتنافسهم؟ لو دوروا على سبب الفشل وحطوا نفسهم مكان العميل، هيلاقوا فعلا ان مفيش سبب واحد يخليهم يقتنعوا بيهم ولا يسجلوا معاهم. كل الحاجات دي لو ما اتعملتش بتخسر وقت وفلوس ومجهود كبير جدا. ففي النهايه لازم تعمل خطه محتوى وتعمل اعلان زياده متابعين قبل الاعلان اللي هدفه التسجيلات. وطبعا الحاجات دي عمرها ما هتعملها لوحدك، هتحتاج شخص متخصص يساعدك عشان توفر وقت ومجهود وفلوس ممكن تخسرها. استثمر صح علشان دخلك يزيد وتنجح. لو وصلت لحد هنا فده معناه انك عايز تقدم رساله مش مجرد اعلان. انا زينب رجب، متخصصه في التسويق الالكتروني لاكاديميات تحفيظ القرآن واللغه العربيه. بشتغل على تحويل صفحات الاكاديميات من صفحه بتعلن لمنظومه ناجحه بتقبض بالدولار وبتسيب اثر في عقول الناس. لو عايز تبدا نظام تسويقي كامل لاكاديميتك وتنجح وتحولها لعلامه ناجحه زي اكاديميات كتير جدا ساعدناها، تقدر تتواصل معانا بالضغط على الزر اسفل الفيديو. خلي بالك العدد اللي بناخده محدود جدا عشان نركز وننجح وننجحهم معانا. في انتظار رسائلكم. سلام عليكم.